التجاهل المتكرر وتكرار نفس الحاجة اللي بتضايق وبتوجع عمره ما كان أبدا طبع ولا غباء ولا نسيان. ده اختيار إن الشخص بيبقى فاهم كويس جدا إن اللي قدامه بيتضايق وأوقات كمان بيتأذي من اللي هو بيعمله. البني آدم اللي عنده دم بيسمع من أول مرة وغلطاته قليلة وبيخاف يضايق اللي قدامه حتى من غير ما يقصد. إنما بقى البهوات اللي بيكرروا الاستنطاع وقلة الذوق وإنهم يقصدوا ده اللي قدامهم مرة ورا مرة ولا مرة، صدقوني دول مش محتاجين شرح أساسا. دول ناس أفعالهم بتقول من غير كلام إنكم مش أولوية. خلي بالكم، السكوت على الحاجة اللي بتضايق ومستمر على طول وعلى الوجع ده مش بيحافظ على العلاقة، ده بيكسرها حتة حتة، بس هي كلها حسبة وقت. فخلونا نبسطها كده ونقول والله اللي ما يحترمش زعلك ما يستاهلش صبرك. حاولوا تسمعوها تاني. كومنت الجميل بقى ونقول رأينا، عشان أنا بحب أقرأ رأي الناس جدا اللي بيكونوا معترضين على المواضيع اللي احنا بنقولها. ودعموا المحتوى المحترم دايما إن انتوا تعملوا له لايك وشير. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل هكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.